هذه السلسلة هي سلسلة كوميدية، وأي تشابه بين شخصياتها الكرتونية والشخصيات الكرتونية الحقيقية فهو من محض الصدفة. الله يسمح لنا. في 71 من حزيران قبل عام الفيل ب7000 سنة قرر عبد الباقي أن يحصل على الباك بعدما حصل فيه لأزيد من كذا و70 ألف مرة. الله يسمح لنا. عبد الواحد، خاصك ضروري تخدم معايا باش ندي الباك. إلا تقسموا معايا نخدموا معاك. واش انت مريض كي غندير نقسم معاك انا هاد الباك؟ ساهلة، فاش تمشي تطلب الخدمة نمشي انا وياك، واللي سولنا نقولوا ليه عندنا الباك. بحال الا الراجل مشوش بجوج عيالات، انا وياك عيالات والراجل هو الباك. والراجل هو انت اللي كتفكر بهاد العقلية. ذهب عبد الباقي للثانوية التي كان يقرأ فيها، وبما أنه كان في قديم الزمن من أصحاب التاتوات أمام باب الليسي نسي أنه ذاهب من أجل مصلحته، وبقي واقفا أمام باب الليسي ويا دلالي. عبد الباقي، رجعتي لطبيعتك القديمة يا صاحبي. اش من طبيعة؟ البوانتاج في باب الليسي ولا بلان. مالك؟ كنت جاي عند واحد الأستاذ نطلب له الدروس وصحابني جاي باش نتزوج، وبقيت عاصر في باب الليسي ويا دلالي. عاد عبد الباقي مع عزوز إلى السبير، وبما أن عزوز تبارك الله عليه في الانترنت أخرج له مقرر البكالوريا خفا زربا، ونصحه بالانعزال في البيت ليضمن النجاح. وفعلا عاد عبد الباقي إلى المنزل، وطبعا بدأ يصلي لكي ينجح، وأغلق النوافذ وأطفأ الهاتف النقال وديزاكتيف الفيسبوك والواتساب، وبقي يكرد في الدروس كردا كردا. واش كنتي كتحفظ ولا كنتي مشدودة صاحبي؟ ديت على راسي وبقيت كنحفظ، وبعدت على هاد العالم ما بقيت كنشوف لا في الساعة لا في التلفازة لا في التليفون حتى حفظت. مزيان معلم. وشنو درتي في الامتحان؟ وراني موجد مزيان يا صاحبي. السؤال اللي تحط لي نكلاشي. اش غادي تكلاشي؟ ناري راه دوزو الامتحان هادي سيمانة. اوه